عائد 550 ألف جنيه من زراعة فدان فراولة. هقول لك بالتفصيل وبالأرقام تاخد 25 ل 30 طن للفدان، وتزرعه ازاي، والوقت المظبوط اللي يديك أعلى سعر في السوق. هقول لك التكات والأسرار اللي تديك أعلى محصول، والوقت المظبوط اللي هو وقت التصدير اللي بيديك أعلى سعر في السوق. هتجهز الأرض بحرتين متعمدتين لتهوية التربة والتخلص من الآفات، ولازم تخدم الأرض كويس علشان تديك أعلى محصول، اللي هو بياخد خدمة من 20 ل 30 متر مكعب سماد عضوي، و200 كيلو سوبر فوسفات، و100 كيلو كبريت زراعي. وبيتم تخطيط الأرض مساطب بعرض 80 إلى 100 سنتي، مع ضرورة مراعاة ارتفاع المساطب لتجنب أعفان الجذور. ولو الري عندك بالتنقيط هتعمل شبكة ري 2 خرطوم لكل مسطبة، وتغطي المساطب ببلاستيك ملش لحماية الثمار من ملامسة التربة. الفدان بياخد في زراعته ما بين 30 ل 40 ألف شتلة حسب الصنف وحسب مسافات الزراعة. بيتم غرس الشتلات مع وجود ماء لضمان عدم جفاف الجذور. بتزرع الشتلات في 4 صفوف على المسطبة الواحدة، والمسافة بين الشتلة والتانية تكون 20 ل 30 سم بطريقة رجل الغراب لضمان توزيع الإضاءة والتهوية لكل نبات. بتبدأ الفراولة في التبشير والإزهار بعد حوالي 60 إلى 70 يوم من الزراعة، وذروة الإنتاج أو الحصاد الفعلي بعد 90 يوم، وبيستمر المدة تتراوح ما بين 4 ل 6 شهور حسب العناية وحسب الجو. بيوصل إنتاج الفدان من 20 ل 30 طن للفدان مع الخدمة الجيدة والتسميد الحديث والمتابعة الدقيقة. لو حسبنا إن الموسم القوي بيستمر من 150 ل 80 يوم من الإنتاج، فالعائد المادي بيتضاعف، خاصة شهور نوفمبر وديسمبر، يعني بداية التصدير، علشان يكون السعر في أعلى المستويات. لو وصلت لنهاية الفيديو اعمل لي لايك ومتابعة، ولو عندك أي أسئلة في محصول الفراولة أو أي محصول تاني اكتب لي في الكومنتات.